السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا لازم كل كام سنة، وانتوا اكيد ملاحظين الحكاية دي، ندي كده ايه هدية للعالم. هابي بيرثداي. لازم عشان العالم ما ياكلش وشنا. من مش فاكر من كام سنة عملنا قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم، وبعد كده عملنا طريق الكباش اظن، وبعد كده موكب المومياوات الملكية. كل دي هدايا للعالم بنديها للعالم. استمر والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ابداع والله. عشان يقدر العالم يعني يكمل حياته بشكل كويس. وبعدين تهاد وتحب معروفة. الحشيش تمام حاجه هايله قوي يا معلم. زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. واحنا ان شاء الله باذن الله داخلين على المتحف المصري الجديد، اكبر متحف في العالم. واحنا برضه متخصصين، يعني احنا دايما ما شاء الله لما بنعمل حاجه بنعمل دايما اكبر حاجه، يعني اكبر ساري علم، اكبر نهر اخضر، اكبر برج ايقوني، يعني اكبر مسجد، اكبر كنيسه، اكبر متحف. احنا دايما بنعمل الحاجه اللي هي بتبقى ايه الاكبر والاضخم والاعظم كده يعني، وده شيء كويس، ده شيء كويس. انا بس الحاجه الوحيده اللي مش عجباني هي المصطلح اللي بيستخدم في كل مره، هديه مصر للعالم. يعني هديه مصر للعالم دي غاليه قوي، وبعدين العالم ما بيردهاش، يعني العالم ما بيردش هذه الهديه. انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ وبعدين انا ليه اهدي العالم؟ يعني العالم اغنى مني، ما هو يهديني. خد يا دكتور. ده ممكن يا معلم خيرك سابق. تشكر. ها؟ طريق سلام انت. سلام. انا المصطلح بس اللي مستفز بالنسبه لي. مصطلح بس يا عمرو. ايوه يا عم المصطلح بس، يخرب بيتك هتودينا في ده. ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. اما تضحك. حتى يجي لي اما تضحك يا اخي. لازم ندي هدايا. لازم ندي هدايا زي كده. انا بديكم الفيديو ده هديه، هديتي لليوتيوب. هذا الفيديو الجميل. هاتولي الكلب ده. هاتولي على مكتبي.